عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ومعاكم النهاردة في قصة جديدة وهي بعنوان كوب وقهوة. القصة دي قصة يا حبايبي فيها مغزى كبير جدا. هتعرفوا طبعا من خلال سردنا للقصة. طبعا لو اول مرة تشرفيني وتزوري قناتي ما تنسيش تفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من منوعات لميا، وهتلاقي قصص جميلة جدا على القناة. خشي وتصفحي وان شاء الله تعجبك. القصة دي يا حبايبي بتدور حول مجموعة من الأصدقاء. أصدقاء أصبحوا في الجامعة، وطبعا كان بقالهم فترة كبيرة جدا مشافوش بعض، واتقابلوا عند أستاذ ليهم كان بيدرس لهم في أيام الثانوي. وقعدوا كل واحد فيهم طبعا يشكي من حاله، وإن حاله مش عاجبه، ومتذمرين من حياتهم ومن عملهم. الوقت ده يا حبايب قلبي راح قام الاستاذ بتاعهم عشان يضيفهم، وقرر ان هو يعمل لهم قهوة. بس غاب فترة شوية عقبال ما عملها، وبعد كده رجع ومعاه صينية فيها اكواب متعددة، منها الجميل الأنيق من الكريستال، ومنها من الزجاج اللامع، ومنها من البلاستيك، ومنها من الزجاج الشاحب الرخيص الثمن. المهم، وقال لهم كل واحد يتفضل ياخد كوب من القهوة. طبعا كلهم يا حبايب قلبي خدوا كل واحد كوب، واختاروا الاكواب الثمينة معمولة من الكريستال، وسابوا طبعا الاكواب الرخيصة الباهتة. تمام كده. هي الوحيدة اللي فضلت فين؟ فضلت على الطاولة. وطبعا يا حبايبي دي كانت حاجة منطقية، كل واحد فينا بيتمنى احسن حاجة واحلى حاجة، صح كده يا حبايب قلبي؟ طيب راح الاستاذ قال لهم ايه يا حبايب قلبي؟ قال لهم شفتوا كلكم اخترتوا الاكواب اللي هي من الكريستال، وسبتوا الاكواب التانية. كل واحد فينا بيبقى عايز طبعا ياخد احسن حاجة، وده اللي بيسبب التوتر والمشكلات الموجودة في حياتنا. فمعظمنا بيدور على الاغلى، لكن مش بيدور على على المشروب الحقيقي. طبعا كل الاكواب فيها قهوة، هي نفس القهوة في كل الاكواب، يعني مضمون القهوة واحد، لكن ال الكوب نفسه هو المختلف. فكلنا بندور على المظهر ومش بندور على الجوهر، وهي دي مشكلتنا في الحياة. مع انكم كلكم بتدوروا على القهوة، لكن انتوا بصيتوا لبعض وشفتوا طبعا كل واحد خد وكان كل واحد فيكم عايز ياخد احلى كوب واحسن كوب. ما دورتوش على على الحاجة الداخلية، وهي القهوة، الحاجة الأساسية. ودي طبعا هي مشكلتنا الأساسية في الحياة. كلنا بندور على اللي بيملكه غيرنا، وبنتأثر بالشكل وبنسيب الجو. دي كانت قصتنا، والمغزى منها اننا كلنا بنفشل في الاستمتاع بالقهوة بتاعتنا، لاننا بس بندور على الكوب وبنركز على شكل الكوب اللي جواه القهوة. تمام كده. لكن طبعا مش بالضرورة ان يكون شكل الكوب حلو عشان تبقى القهوة حلوة. يبقى لازم ندور على الجوهر اكتر ما بندور على المظهر الخارجي. ويا رب تكون قصتنا عجبتكم واستفدتوا منها. وفعلا طبعا كلنا دايما بنبص للمظهر الخارجي، لكن ما بنعرفش قيمة الحاجة وقيمة الحاجة الداخلية. الإنسان طبعا بروحه الحلوة وبالنفس الداخلية ليه، مش بالمظهر الخارجي. وفي عندنا مثل بيقول من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. أتمنى تكون قصتنا عجبتكم، وطبعا لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك. احلى اخوات. احب اشكر كل متابعيني من جميع انحاء الوطن العربي. شكرا لكم جميعا، وشرفتوني ونورتوني، واشوفكم في قصة جديدة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع منوعات معلمي، في حفظ الله جميعا.